إذن كما قال الكثير من المراقبين، من العادي جدا أن يخرج فريق كبير إفريقي من الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا، وقد حصل مع فرق كبيرة أخرى خلال المنافسات الماضية، وحدث ذلك مع فرق كبيرة خلال منافسات كأس العالم كان على رأسها ألمانيا والأرجنتين وأيضا فرنسا. من العادي جدا أن يستقيل مدرب بعد خسارة في منافسة كروية قارية أو عالمية. أخبار تبدو عادية، لكن غير العادي حسب هؤلاء هو ما حدث خلال منافسة الكان وبعد الإقصاء. إخفاق رياضي يعري سمة الفشل المستديم لنظام سياسي احترف الاحتفاء بالإنجازات الوهمية برأي متابعين. المنتخب الجزائري لكرة القدم يستنسخ تجربة الدورة الماضية من كأس إفريقيا للأمم. ظهر بمستوى ضعيف في كوت ديفوار ليقصى بعد تعادلين وخسارة. إقصاء في دورتين متتاليتين يؤكد أن الفوز بكأس دورة الجزائر عام 90 ودورة القاهرة عام 19 و2000 كان استثناء رياضي تزامن واستثناء سياسي في تاريخ نضال الجزائريين صنعه الشعب في انتفاضة أكتوبر 88 ثم في الحراك الشعبي التاريخي سنة 2019. حال كرة القدم والرياضة في الجزائر جزء لا يتجزأ من منظومة الفشل التي تحكم البلاد كما يرى متابعون. مراقبون يرون أن السلطة ظلت تسرف في الإنفاق على كرة القدم لاتخاذها ملهاة ومتنفسا للرأي العام لا غير. الجزائر الجديدة أسست لنموذج متجدد من الفشل كانت كرة القدم أحد تفاصيله حسب محللين وسياسيين. وبالمختصر المفيد كان المنتخب الوطني بمسيرته صورة مصغرة للجزائر الجديدة بمسؤوليها. قبل أن نذهب إلى ضيفي أستاذ سفيان شويتر، نتابع يعني عينة من أداء هذا الإعلام خلال المنافسة، لكن بالتحديد بعد الإقصاء، وكيف أرادوا تفسير هذا الإقصاء. نتابع معا. أنا ما تكتبت على الجزائر والله جيريوي، راني مثل هذاك الجندي. عدا ذلك من فضلكم اعملوا من أجلي مصلحة كرة القدم الجزائرية كما رجلي فار العار 5 ضربات جزاء. اوكي، والناس ما حبش تفهم باللي تعرضنا لمؤامرة، بغض النظر على الفوتبول ما كناش، والتغييرات ما كناش، والتحضير البدني ما كناش، بصح كان مؤامرة. اليوم الدمية تاع موتشيبي، اليوم راكي نحاولوا العقوبة. الرسالة واضحة، نحات العقوبة راكي بعد مباريات نحات له، لأنه المخزن اليوم نعاود نذكرها، أنا جندي من جنود هذه الجزائر اللي تخافوا اليوم تهضروا، تخافوا تجوا البلاطو باش تدافعوا على بلادكم، تخافوا بور لاجيري. المخزن هذا هو اللي يتحكم اليوم في كواليس افريقيا. المخزن عنده ابعاد دانئه، المخزن عنده ابعاد للتعطير على استقرار هذا البلد. المخزن بقياده الأخجع وفر كل الاموال من اجل تكسير الجزائر. أستاذ سفيان شويتر، هذا فيديو يعني عندي العشرات بنفس المنطق، يعني مرة المخزن الأخجع هذا مش عارف شو هو، ومرات حكام في إفريقيا. المهم الآخر يعني بعض الدول الإفريقية، الحكام، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. المهم المؤامرات كانت من كل الأطراف حتى نقصة من الكان. ما تعليقك حول ما سمعت، وهذا في تلفزيون يعني قديم في الجزائر، وهذه الحصة بثت على الرأي العام؟ الله وبركاته وتحية طيبة للجميع. والله في الحقيقة شيء أعتقد أنه شيء مضحك بصراحة، أصبح شيء مضحك، لأن مسألة الرياضة فوز فريق أو خسارته مش يعني مشكلة بالنسبة للدولة أو لأي مجتمع، هذه موجودة في العالم في حقيقة الأمر. إذا لم ينجح الفريق فهو في الأمر فشل في كل القطاعات، لا أكثر ولا أقل. لا يمكن
أن تكون الدولة يعني في كل قطاعاتها، القطاع الصحي، التربية، البحث العلمي، قطاع العدالة إلى آخره، فاشلين ومنهارين، وينجح القطاع الرياضي. لا يرتبط الكامل. هذه صورة من الصور الانهيار والفشل لمنظومة الحكم في الجزائر. وفي الحقيقة الأمر حتى هذا ما يتزعمون على أساس أنهم إعلاميين ويشرفون على ما يسمى القنوات الإعلامية، وفي الحقيقة هذه صورة من الصور الانحطاط والتدني المستوى الأداء. يعني للأسف ربما الشباب والناس اللي يتفرجوا البعض منهم ما حضروش عهد الحزب الواحد، ولينا يعني أصبحنا بعد ما كنا نندد بمرحلة الحزب الواحد وكنا نرحب بالتعددية الحزبية بالديمقراطية الحاد، أصبح الآن نظرا لهذا الانهيار والتدني المستوى أصبحنا يعني وكأننا عندنا حنين لدائم الماضي، وكأن المستقبل الحاضر والمستقبل راح يكون أكثر مأساوي بالنسبة للماضي. ما شفناش في الإعلام في وقت الحزب الواحد أو حتى في التسعينات بهذا المستوى المنحط، والاتهام كان المستوى أكثر مهنية، يعني سواء كانت في الجرائد المكتوبة أو في حتى القناة الوحيدة، القناة العمومية، وخاصة في التسعينات بعد الانفتاح السياسي، وأن المستوى تاعها كان يعني أكثر مستوى في نقاش سواء الفن السينمائي أو حتى النقاش السياسي من الحصص. الآن أخي سليم وش نقول لك؟ هل يعني اسألني واحد يعني بالفرنسية قال لي يعني هل اسكو سي فولو، يعني هل يعني السلطة متخذ القرار يريد لهذه الرداءة أن تكون موجودة، أم أنها ولدت لأنه هو خلق هذا المناخ؟ يعني كيف نفهم يعني، لأنه رداءة منقطعة النظير. أولا النظام الحكم بتكوين البشرية الحالية هي الرداءة. يعني سنناقش المواضيع السياسية، ربما سنناقش موضوع السياسة الخارجية. هي الرداءة حتى في التفكير، في طريقة العمل، وبالتالي يترتب عن ذلك أكيد أن النظام الحكم يريد إلهاء الشعب. وحتى أنا أتذكر الله يرحمه فرحات عباس كان يتكلم عن خاصة في الثمانينات على أن كرة القدم أصبحت هي الأفيون الشعب الجزائري، عندما كان يعني المهتم أكثر بالنسبة لكرة القدم على حقوقه والحريته الأساسية يعني. وهذه الأنظمة معروفة أنها تحول هذه المجتمعات على أن تهتم أكثر بما يسمى بهذه الانتصارات لكرة القدم، بغض النظر عن أنه لا يتمتع بحد الأدنى من حقوقه والحريات الأساسية. هذا من جهة المواطن تحت القمع وتحت الخوف ليس لديه البديل، وخاصة في سياق الفشل التام، لا مستوى علمي، لا جامعات بمستوى مرتقية وفي الكلاسمون مونديو، لا المستشفيات في مستوى عالي على الأقل على مستوى الدول. بعض الدول العربية بمستوى عندها مستشفيات يعني المنظومة الصحية عالية المستوى والخدمات إلى آخره. فبالتالي البعض بحسن نية تاعو ربما يحاول يهتم بكرة القدم أو ينتظر منها هذا الانتصار لتنسيه على الفشل السائد حوله في كل القطاعات، وأهم ذلك فشل في حماية وتمتعه بالحقوق وحرياته الأساسية. طيب سنعود إلى محاور في هذا السياق، لكن أعود إلى الشق الرياضي وتفاعل الجماهير يعني مع هذا الحدث، وأسئلة حول عملية تهييج الرأي العام لأي مصلحة يعني كانت. نتابع هذا الفيديو الأول. النقص الوحيد اللي كان في الفريق الوطني نتاعنا هو المدرب، هو اللي 3 كومبارتيمون تاعنا ما مشاوش، الميليو تاعنا ما مشاش، لاطاك ما مشاش، ما كان اوكين كويزيون، ما كان حتى تنسيق بين الخطوط الثلاثه،
ما كتعطيش. راهو ضرنا بالماضي، راهو ضرنا من كاس العالم ما رحناش، دو كوب دافريك وراح يروح بينا هذا. على البلاد هذه نبقاو نحبوها ديما. انا ديما 1 2 3 في الجيري، صح نخسروا ديما بزاف علينا، نستناو فيها باش نفرحوا معاه خويا. 2021 سيراليون كامرون تو سا يغيدك خاطر لعبنا كنا قادرين نجيبوه، اليوم ما يغيدنيش الحال. لا موريتاني مبروك عليها، فيستاسيون يزون جو ميو كنو، لعبوا خير منا، عندنا دي جوار مي اون با ديكيب. با ديكيب هذه هي واش حاب. هما 105 مونديال سي تري بو جو، ديجا ما خسرناش 2-3-0، سي نيفو لي نستاهلوا نخسروا، اون ميريت با نكملوا، ندخلوا للدار هذه، فو تو لو فير، بالماضي درت اللي عليك سي بون، سي فيني، سي فين درت اللي عليك، كل حاجه عندها اون فان. كنا لعبنا غير سيناريو تاع بوركينا فاسو رانا تاهلنا، كانت خاصتنا نقطه. بالماضي علامة استفهام كبيرة، كل لاعبين كي بالماضي عليه، دوكا لازم يحطها بالماضي، حان الأوان باش يحطها ويروح. السلام عليكم. مستوى ما كانش مستوى قاعدين نلعبوا كونتر لا موريتاني، ما كلاسي 105 ما قدرناش نربحوا قدامهم، والله يعني خيبوا ظننا والله. هذا بالنسبة للمطالبة برحيل بالماضي، لكن كان هناك غضب أيضا للمناصرين عبروا عليه أمام رئيس الاتحادية لكرة القدم وليد صادي. نتابع. أستاذ عبد الناصر، جاء في الكثير من التعليقات لصحفيين جزائريين بأنه هذاك الضغط كان على بالماضي كان على الفريق، لكن الضغط الإعلامي المدار من وراء الكواليس أثر أيضا على الرأي العام، على المناصرين، أليس كذلك؟ نعم، أنا أقول لك بصريح العبارة ونسمي الأشياء بمسمياتها. ما حدث كان مفتعل، قضية بالماضي كانت مفتعلة، حتى الجماهير التي سافرت من الجزائر إلى كوديفوار وعلى حساب مؤسسات الدولة مثل موبيليس ومثل شركات أخرى، كانت جماهير بعثوها خفيفا من أجل خلق فوضى في حالة تعثر المنتخب وفي حالة خسارة المنتخب. يجب عليكم أن تقوموا بفوضى، أن تعطوا الرأي العام أنه خلاص بالماضي لازم يمشي. كل شيء كان مفتعل للأمانة. هذه الجماهير التي كان مدفوع لها من أجل إثارة بلبلة في كوديفوار. نحن خسرنا وخرجنا ووقفنا أمام الكاميرون في الجزائر، لم نشاهد هذه المظاهر على الرغم أنه كانت كأس العالم، يعني خروج من كأس العالم، ولكن الجماهير عادت إلى بيتها عادي. يعني هل كانت هناك نعم هل كان هناك تحضير لتحميل بالماضي فقط المسؤولية؟ نعم كان هنالك تحضير قبل كاس افريقيا، جهزوا الجماهير، جهزوا الابواق الاعلاميه والدكاكين الاعلاميه في الجزائر من اجل مهاجمه الرجل، ولم تتوقف هذه المهاجمه بعد خسارته، وانما زاد حتى تشويه صورته. اليوم الخطه بالماضي يريد مطالبه بكل امواله، بالماضي لا يطالب سنه فقط، بالماضي يطالب 6 اشهر. يريدون تشويه صوره الرجل لانه اوجعهم اليوم اللي وقع مع الجزائر وقال انا عقدي معنوي مع الشعب بعيد عن الجانب المادي. هم اليوم يريدون تشويه صوره الرجل واخراجه سائرا من الجزائر، لكنهم مثل ما يقولوا يعني انت تهاجم فيه سبحان الله وربك يعطيه يعطيه قوه اخرى. اصبر معي، يعني انت راك معلش. نعم يعني ما زال لي سؤال اخير ليك استاذ عبد الناصر، لكن قبل ذلك انت ربما تتفق مع ما يقوله كثير من الصحفيين. يعني نسمعوا مصطفى معزوزي ما قال في قضيه هذه المؤامره ضد بالماضي. نتابع مشاهدينا الاعزاء. قلت لكم يا ان كومبلو كونتر بالماضي، كاين حرب قذره ياك ضد بالماضي باش اليوم تقول لي اخفاق، باسكو اخفاق كاين بزاف عوامل وكاين بزاف مسؤوليات ياك. العامل الخارجي اثر كثيرا على الجانب التقني. بعض الصحفيين الزملاء سامحهم الله، بعض المحللين، اليوتيوبر تفهموا داروا عصابه اشرار. كاين تكوين عصابه اشرار
الهدف نتاعهم الضرب بالماضي، وهما ما على باليش ولا تعمدوا، ما على بالهمش كي يضربوا بالماضي يضربوا الفريق الوطني.